الكرام، وقد قسم أهل العلم الجن إلى 3 أصناف في طبائعهم وقدراتهم. هم في أصل خلقهم خلقوا من نار، وفي أصل خلقتهم واحدة، لكن في طبائعهم وتصرفاتهم هم أنواع. فمن الجن من يسمون بالجن العفاريت، وهم أقوى الجن ودهاتهم، ومنهم العفريت الذي لما طلب سليمان عليه السلام من يحضر له عرش بلقيس، وسليمان في فلسطين وعرش بلقيس في اليمن، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، خلال 4 أو 5 ساعات قبل أن تغيب عليك الشمس يكون ذلك العرش العظيم بين يديك، وقيل قبل أن تقوم من مقامك قبل أن تنهض قائما، وذلك من قوته وقدرته. قال وإني عليه لقوي أمين. والصنف الثاني منهم هم الخبل، وهم سفهاء الجن الذين يؤذون بني آدم بالتلبس والصرع وغيره. ومنهم صنف ثالث يسمون بالغيلان، وهم جمع غول، وقيل إنهم سحرة الجن الذين يتشكلون ويظهرون للناس، وهؤلاء يفزعون عند ذكر الله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان، كما رواه الإمام أحمد. فإذا ذكر الإنسان ربه عز وجل هربت الجن بين يديه. أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن نعلم جميعا أيضا أن الجن ضعفاء. يقول الله سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول جل في علاه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لقي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الجن فصرعه، تصارع هو الإنسي، هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصارع مع الجن. قال فصرعه الإنسي، فقال الجني عاودني، قال فعاوده فصرعه الإنسي، فقال له الإنسي إني لأراك، يكلم الجنية، قال إني لأراك ضئيلا شحيبا كأن ذريعتيك ذريعة كلب، فكلكم معاشر الجن كذلك أم أنت منهم كذلك؟ هل كلكم تتصفون بالضعف أم أنك أنت وحدك ضعيف؟ قال لا والله إني منهم لضليع، أنا من أقواهم وأعظمهم قوة في الجسد، ولكن عاودني الثالثة فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك. قال فعاوده فصرعه الإنسي. قال فقال هات علمني. قال هل تقرأ آية الكرسي؟ قال نعم. قال إنك لن تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج، أي له ضراط كخبج الحمار لا يدخله حتى يصبح. فقال رجل من القوم لابن مسعود، انتهت القصة. فقال رجل من القوم لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن من ذلك الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعبس عبد الله والتفت إليه وقال ومن يكون إلا عمر بن الخطاب، ومن يكون إلا عمر بن الخطاب. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. الجن أيها الإخوة الكرام